تحتها مدينة القصر الكبير غمرت المياه أحياء سكنية ومرافق حيوية. اضطرت معها السلطات إلى فرض حالة من التأهب القصوى واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الساكنة وضمان سلامتهم. وزاد من صعوبة الوضع ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس الذي يخترق المدينة والامتلاء الكامل لحقينة سد وادي المخازن المزود الرئيسي للمنطقة بالمياه والشريان الفلاحي لحوض اللوكوس. تفاصيل المشهد كما عاينتها كاميرا الأولى في روبورتاج أمين المخيدة، محمد أمين عموري وحنان شمرح. ليلة استثنائية بمدينة القصر الكبير. فيضانات مفاجئة حولت أحياء سكنية محاذية لوادي اللوكوس إلى مساحات مغمورة بالمياه بعدما تجاوز منسوبها 90 سنتيمترا في بعض المناطق، متسببة في تسرب المياه إلى المنازل وإثارة حالة من القلق في صفوف الساكنة. صراحة هنا واحد الأوضاع جد صعبة بالنسبة للناس، سواء على التنقل من هنايا من طريق العرايش إلى وسط المدينة لقضاء بعض الأغراض. وكنشكروا بزاف يعني السيد العامل ديال العرائش والسلطات المحلية اللي شفناها من البارح والصباح بكري باش جاوا لهنايا وكيقوموا بالأشغال يعني وكيوجهوا الناس وكيعطيهم واحد الارشادات باش يتفادوا يعني اي خطر يمكن يؤدي الحياه ديالهم. كاين التدخل ديال السلطه المجهودات ديالها كاين على حسب الوقايه المدنيه، قوات المساعده، كلنا زعما كل المسؤولين كامل انت كتشوف الوقايه المدنيه واقفين على البلاصه هذه. وزاد الماء، زاد ارتفع المنسوب ديالو هنايا بالنسبه لهاد الاحياء هادو. دابا حاليا راه كيقوموا الوقايه المدنيه بالانقاذ الناس اللي باقيين حاصلين هنايا في المنازل ديالهم، وهذا الشيء اللي كاين ونتمنوا اللطف من عند الله سبحانه وتعالى. كاين السلطات المحليه خدامين ليل ونهار، ولا سيما العامل مشكور الله يجزيه بخير، والسيد رئيس البلديه زعما دايرين اكثر من جهدهم، ولكن لا غالب الا الله، جهد الله تعالى اكثر من كل شيء. تعبئة ميدانية عاجلة للسلطات المحلية، تدخلات متواصلة للوقاية المدنية لإجلاء السكان خاصة قاطني الطوابق الأرضية، مع تأمين محيط الأحياء وتنظيم عمليات الإجلاء في ظل صعوبة الولوج وارتفاع منسوب المياه خلال ساعات الليل. منذ الساعات الأولى لصباح الخميس باشرت وحدات الوقاية المدنية بتنسيق مع باقي المتدخلين المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، وبإشراف مباشر من طرف السيد عامل إقليم العرائش، عمليات إخلاء بعض المنازل التي غمرتها المياه بحي الطود 2 بمدينة القصر الكبير. العملية تمت بواسطة زوارق مطاطية وبواسطة زوارق من الألومنيوم ذات القاع المستوية. العملية استحسنها الساكنة والعملية هي قيد الإنجاز. جهود إنقاذ متواصلة منذ الساعات الأولى من الصباح، تجنيد للعناصر البشرية والآليات والقوارب المطاطية لضمان سلامة السكان، وسط دعوات إلى توخي الحيطة والحذر وانتظار تحسن الأحوال الجوية وانخفاض مستويات مياه الوادي.